مونكي دي لوفي، الرجل الذي سيصبح ملكا للقراصنة. طيب قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل. بما ان حاليا قتال لوفي ولو وكابتن كيد بيحاربوا 2 من اليونكو، اللي هو اليونكو كايدو واليونكو البيغمام، فقررنا اننا نلخص كل احداث الارك من البداية عشان اللي بيشاهد القتال يبقى فاهم هم وصلوا ازاي لبلد نوا وازاي اتجمعوا كل التحالفات مع بعض. ما تنسوش قبل ما نبدأ انكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد ما بيخرج طاقم قبعة القش لوفي من جزيرة البرمائيين، وهم واقفين في السفينة بيلاقوا جهاز الاتصال بتاعهم عمال يبكي، بيقول سانجي ان دي رسالة استغاثة. بيرد لوفي عليه، بيلاقي شخص عمال يبكي وبيطلب النجدة، بيقول ان الساموراي عمال يقطع فيهم. لوفي بيسأله انت فين؟ بيقول له انا في جزيرة البنكهازر. بيروح لوفي وزورو وأوسب وروبين لجزيرة البنكهازر، بيلاقوها متدمرة والنار مش سايبة حتة سليمة. بتعرفوا روبين ان ده كان منشأ حكومي واكيد كانوا بيعملوا تجارب هنا. فجأة وهم واقفين بيلاقوا تنين قدامهم، بيهاجم لوفي على التنين والتنين كمان بيهاجم عليهم، لكن وهم في وسط القتال بيسمعوا صوت شخص بيتكلم بس مش عارفين الصوت ده جاي منين. في الوقت ده ناس مقنعة بينشروا غاز منوم في السفينة وبينيموا الطاقم كله. بيقول واحد منهم اننا لازم نوديهم للقائد وهو هيتصرف معاهم. التنين بيهاجم عليهم لكن زورو بمساعدة أوسب بيقدر انه يقطع راسه. بعد ما بيقع التنين كجثة هامدة بيلاقي لوفي ان في نص انسان من رجليه لازق على ظهر التنين. بيتفاجئ طقم من اللي هم شايفينه، لكن لوفي ما بياكلش معاه الكلام ده وبياخده يلزقه في ظهره وبيفضل يلعب بيه. وهم واقفين بيشوف ان الجزيرة دي مقسومة لنصين، نص من الجليد ونص نار وبراكين. بنعرف ان دي الجزيرة اللي اتحاربوا عليها الادميرال اوكاجي والادميرال اكاينو بعد حرب المارفودو. بنشوف الناس المقنعة وهم واخدين باقي الطاقم للقائد بتاعهم، والقائد بتاعهم اسمه سيزر. احب افكركم اني هتكلم بس عن ارك نوا عشان ارك سيزر ده ارك لوحده، لكن اضطريت اجيبه عشان اعرفكم ازاي قابلوا الساموراي طاقم قبعة القش. نرجع تاني لباقي الطاقم وهم في غرفة شبه الحجز كده، بيلاقوا راس مقطوعة بس بتكون حية وبتقدر تتكلم ومتقطعة لكذا جزء. بيطلب منهم انهم يجمعوه تاني، وفعلا الطاقم بيجمعوه بس بعد ما بيتنمروا عليه شوية. بيعرفهم بنفسه وان اسمه كيمون وهو ساموراي من بلد نوا، وبيعرفهم ان ابنه اتخطف في سفينة ناس لابسين اقنعة، وهو عرف مكانهم وجه وراهم عشان ينقذ ابنه. بس في شخص بيمتلك قدرة غريبة وهو اللي قطعه كده. بنعرف بعد كام حلقة ان ده بيكون لو. بعدها بنشوف لوفي وبعضا من الطاقم بيقابلوا لو، وهنا لو بيعرض على لوفي انهم يتحالفوا مع بعض عشان يهزموا واحد من اليونكو وهو اليونكو كايدو. بيقبل لوفي بدون حتى ما يفكر. بيعرفوا واحد من الطاقم ان دايما تحالف القراصنة بتنتهي بالخيانة، لكن بيقول لوفي ان عارفه من ايام حرب المارفودو وانه هو اللي انقذه وعالجه كمان، عشان كده هو بيثق فيه. لوفي بيسأل لو انت هنا بتعمل ايه؟ بيعرفوا ان هو جاي عشان يدمر المكان ده، لان جزيرة بنكهازر بتنتج فواكه الشيطان اسمها سمايل، وده من فعل العالم المجنون سيزر، وان هو عنده ضغينة اتجاه تشوبوكاي من البحرية اسمه دوفرامينجو، وسيزر شغال تحت قيادة دوفرامينجو، وفعلا بيدمروا المكان وبيمشوا. وهم ماشيين بنشوف الساموراي كيمون وابنه الصغير مومونوسكي. بيقول كيمون انهم كانوا معهم شخص ثالث لكن اتخطف من شخص اسمه دوفرامينجو، وبيترجى لوفي انهم يوصلوه لهناك. بيعرفوا لوفي ان هو كده كده رايح لهناك. بنعرف في الوقت ده ان ابن مومونوسكي اكل فاكهة سمايل واللي هي فاكهة شيطان، وبيقدر يتحول لتنين صغير. بيروح عند دوفرامينجو وبينقذوا الساموراي اللي اسمه كانجوري. بيدور قتال بين لوفي وتشوبوكاي دوفرامينجو والطاقم بتاعه، لكن لوفي بيقدر يهزمه. في اثناء الوقت ده بتهاجم سفينة تبع اليونكو البيغمام على سفينة قبعة القش، ومعاهم شخص من الجيل الأسوأ كابون بيج. بيضطروا انهم يهربوا ويروحوا للجزيرة اللي بعدها بدل ما يتدمروا، واللي هي بتكون جزيرة زو. بيهزم لوفي دوفرامينجو والطاقم بتاعه، ولكن لازم نفهم ليه لوفي هزم دوفرامينجو وايه علاقته بكايدو. دوفرامينجو هو اللي بيصنع فواكه الشيطان سمايل،
وبيبعتها لليونك كايدو عشان يقدر يصنع جيش كامل من آكلين فواكه الشيطان. وكمان دوفلامينجو بيوزعها لأي حد بيدفع أكتر، ومعروف كمان باسم الجوكر وهو قرصان قديم. بيتجمع لوفي بقى طقم بتاعته في سفينة بروتوم، عشان بس الاسم طويل بتاعه فأنا سميته بروتوم. بيطلبوا منه انهم يوديهم جزيرة زو. بيروح الطقم لجزيرة زو، واللي بتكون عبارة عن فيل ضخم جدا ماشي في وسط البحر وشايل جزيرة فوق ظهره. بيستخدم الساموراي كانجوري قدرة عنده واللي هي الرسم. بيقدر كانجوري يرسم اي حاجة وبيدب فيها الحياة. بيركبوا على الرسمة عشان تطلعهم فوق الفيل. بيعرفهم كيمو انه ليه صديق فوق جزيرة زو اسمه رايزو، وهو بيكون من النينجا وهو مستنيهم فوق. بيطلع طاقم فوق الفيل، بيلاقي الجزيرة متدمرة كلها، وهم واقفين بيلاقوا حيوان شكله غريب بيهاجم عليهم. بيعرفهم له ان دول قبيلة اسمهم المينك، وبيعرفوا ان لوفي قائد طاقم قبعة القش، وبياخدوه معاهم لبيت تبع الزعيم الجزيرة. وهناك بيلاقي لوفي باقي الطاقم، وفي كتير من قبيلة المينك بيرحبوا بيهم وفرحانين انهم موجودين وسطيهم. لوفي بيعوم على عمهم وبيفضل يضحك وخلاص، لكن زورو ولو متفاجئين بيقولوا هو احنا عملنا ايه عشان يرحبوا بينا كده. وهم واقفين فجأة بنشوف نامي بتجري على لوفي وبتحضنه وبتقوله انها اسفة، وبيستغربوا الطقم من اللي بتقوله. بنروح بعد كده لطاقم قبعة القش وهم قاعدين بيتكلموا، وبتحكي لهم نامي كل شيء من البداية، وبتعرفوا ان في حاكمين للجزيرة دي: ملك النهار الدوق الكلب العاصفة، وملك الليل سيد القطط الافاعي. بنعرف ان في قرصان تبع اليونك كايدو جم على الجزيرة دي، وكانوا بيدوروا على ساموراي اسمه رايزو، واتكلموا معاهم ان مفيش حد هنا بالاسم ده، لكن ما صدقهمش وقعدوا يتحاربوا معاهم لمدة 5 ايام متواصلين لحد ما اتدمرت الجزيرة كلها. لكن بيتصدى ليهم كل قادة الجزيرة والحراس الملكية كمان تبع الليل وتبع النهار، واللي بيتحارب معاهم هو الدراع اليمين لليونك كايدو الكارثة جاك شاف ان مفيش امل في هزيمة حد منهم بالشكل كده، لحد ما جاب غاز يشل حركة كل اللي في الجزيرة كلهم، وهزم الملكين وقطع بعضا من اطرافهم. بعد كده لما بيشوفهم ان مفيش امل منهم، وان مفيش حد بيتكلم، وان ما عندهمش غير كلمة واحدة ان مفيش ساموراي هنا، بيسيبهم وبيمشي. لحد ما بيجي طاقم قبعة القش ومعهم سيزر، وبيشوف الغاز اللي في المكان وبيطلب تشوبر من سيزر انه يسحب كل الغاز اللي في الجزيرة بقوته. بيسحب سيزر الغاز وبيعالجوا الجرحى. عشان كده قبيلة المينك بقت بتحب طاقم قبعة القش عشان انقذوا حياتهم من الموت. بعدها بيومين بيجي اتباع البيغمام لجزيرة زو، كانت مهمتهم انهم ياخدوا سيزر من طاقم قبعة القش ويدمروهم. لكن شخص اسمه بيكومس ده بيكون واحد من المينك، لما بيشوف جزيرته متدمرة بيغضب جامد، وبيعرف ان طاقم قبعة القش هم اللي انقذوا قبيلة المينك. بيقرر انه ياخد سيزر فقط، لكن صديقه ما بيعجبوش الكلام وبيضربه بالرصاص. بيحاصر سانجي قابل اكل فاكهة شيطان اسمها القلعة، مما بتديله القدرة انه يقدر يدخل ناس جوه جسمه او يخرجهم او يضرب بالمدافع. بيقدر انه ياخد سانجي جوه جسمه، وبنعرف ان في مهمة محددة جايين علشانها، وهم انهم ياخدوه عند البيغمام، لان سانجي الابن الثالث من عائلة الفينوسك، وعائلة الفينوسك دي معروفة بالاختراعات الكبيرة، وهم عاوزينه يتجوز بنت البيغمام عشان يكون في تحالف ما بينهم. بيرفض سانجي، لكن بيهددوه انهم هيقتلوا المعلم زيف بتاعه اللي رباه في الازرق الشرقي، وبيضطر سانجي انه يقبل وانه يروح معاهم. اشوفكم الحلقة الجاية عشان في احداث احسن بكتير من اللي احنا شفناها دي بس دي كانت فقط تمهيد للاحداث اللي جاية، والاحداث اللي جاية كلها نار. كان معكم احمد من قناة افلام سي دي ون بيس. ما تنسوش الاشتراك. تمام وسلام.